البيان اللي اصدره، لانه بالفعل لما يقول لك 10 اسباب مش عارف ايه، والسبب الاول تكتشف انه بيقول لك انه في شهر اغسطس كلفنا الرقابه الاداريه بانها مش عارف ايه. طب وده سبب؟ اللي بيصغوا له حتى القرار بتاعي حتى والله طالع ما لحقوش، كانوا مستعجلين. قال لك انهاء ندب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئه العامه والثقافه لقصور لقصور بس من غير لا الثقافه ولا اي حاجه. في تعجل، في سرعه تدعو للدهشه، في شيء عجيب. امبارح بيجتمع بمجلس الاداره المعين منه علشان يقول لهم ان سيد اخطا تحت ارهاب قانوني من قاضي جليل ونحسبه كذلك، يلبس الحق بالباطل. لاني احلت الاشياء للنيابه الاداريه وللنيابه العامه. هو انا لما بعمل جنحه ولا بعمل جريمه مع واحد صاحبي وبنروح النيابه، مش النيابه هي اللي بتكيفها اذا كانت جنحه ولا جناح؟ معانا مستشارين قانونيين برضه موجودين، معانا مستشارين قانونيين يقولوا ان الدكتور جابر بيفتعل جريمه اسمها الشروع في التربح. اللي هو عمل ايه بقى؟ نوى، يعني نوى يتربح. مش فاهم يعني عمل ايه؟ الشروع في التربح رد عليه جابر سركيز من المحله يعلمه تماما، ورد عليه مجدي الحمزاوي يعلمه تماما من المحله واهل الغربيه. احنا رحنا هناك واحنا بنكرم سامي طه وقلت لهم دونها رقابنا ان يؤخذ مسرح المحله، وهم يعلموا ده تماما، ويعلموا اللي انا عملته مع المحافظ، وان اتصلت بالليل والنهار بالسيد المحافظ واوقفنا عمليات الاعتداء على المسرح، تم القبض ساعتها بالتعاون مع سياده اللواء رئيس الحي انه يتم القبض على المقاول اللي بيخترق القانون، وشالوا الخشب بتاعه وبقوا سعداء جدا في المحله بهذا الانتصار، بان احنا وقفنا عمليات الاعتداء على قصر ثقافه المحله. طبعا السيد الوزير ساعتها يومها للاسف انا ما قلتلوش، بس كنت بعمل ده، لان المحافظ الراجل المقاول او الراجل خصمنا كان بيستغل يوم اجازه. كنا واقفين انا واللجنه الشعبيه للدفاع عن قصر ثقافه المحله، الحاج محمد وكل الناس، وواقف جابر سركيز، وواقف كتير من الشرفاء من اهل المحله، الشرفاء فقط من اهل المحله وقفوا الى جانب قصر ثقافه المحله. انا اللي بحارب عن قصر ثقافه بلديه طنطا، وكلمت ادبائها وشعرائها وبقول ارجوكم يا معالي الوزير، يا دكتور صابر، يا دكتور جابر، هذا خطأ كبير. تحويل قصر ثقافه بلديه طنطا الى اوبرا بيحيله من مركز ثقافي الى دار عرض، ودار عرض الغلابه اللي زينا ما بيدخلوهاش. انتوا عارفين عم محمد البقال والراجل اللي جاي بيمثل من عندنا، واحنا بنخلي الناس الغلابه عندنا يمثلوا، وبنخلي العمال والصناعيه وبنخلي المساجين. تخيلوا مشروع جميل بيعمله زميل لينا مخرج اسمه عادل بركات، بيروح يخلي المساجين يمثلوا، بيروح يخلي، مش بيرفع عنهم، لا هم يمثلوا قضاياهم وموضوعاتهم. ده شبابنا ودي افكار ودي رؤى. شباب المحله وقفوا وتصدوا لقصر ثقافه المحله، جه الخصم مرعوب بالمحامين بتوعه وقعد مع الزملاء كلهم موجودين، والسيد مدير عام الشؤون القانونيه كان موجود، والمحامي المسؤول عن القضيه، وقعدنا واتكلمنا واستقر راينا في نهايه الامر. كل يرى ان التقرير في صالحه وكل مستمر في الوصول الى القضاء. والجلسه بناء على طلب الخصم لمده اسبوع الحاق في التليفون. باي ما كانت اسباب الجلسه، السيد الوزير هو مشكلته انه كان لا يعرف. السيد الوزير حتى واحد من الزملاء قال لي برضه يا راجل ده هو من المحل، المفروض كنت تقول له. انا حريص، لان انا اعلم انني اتعامل مع كهنوت الحكومه المصريه، لان انا شفت ناصر عبد المنعم بيمشيه بدون مبرر. رفض طلب النيابه،
طلب النيابه، طلب تحويل الارض، رفض يمضي على فلوس المصرف. ناصر عبد المنعم قعدنا وهو مخرج زميل ومثقف جميل واداري مش قليل. رفض التجديد للدكتور سامح مهران وهو يعلم انه كفء اداريا. مش دي قضيتنا، القضيه ارتباك لا مبرر له ولا تحتاجه مصر في اللحظه الراهنه. ارتباك الاداره، احنا ما احناش في حاجه للارتباك في الاداره، احنا نحتاج دلوقتي الى ناس قادره على البناء. احنا بنتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بنتعاون مع كل الناس. مؤسسات كثيره بدات تبني معانا. مشروع المراكز الثقافيه والله العظيم هنعمله حتى واحنا بره الثقافه كمان، لان انا مؤمن بيه، مش انا بس، ناس كتير جدا من زملائنا. هذا الشباب الرائع، وهنجيب تمويله، ومؤسسات التمويل بالمناسبه متاحه، بس احنا مش هنبني حاجات فخمه زي اللي البهوات كانوا بيبنوها وبيسرقوا من وراها. مش هنبني اصول ثقافه ب50 مليون جنيه تخاف الناس تدخلها. احنا هنبني مراكز ثقافيه موحده على مستوى مصر، ومعانا مهندسين رائعين في التصميم هيضمنوا لنا مسرح وسينما صيفي وباقل التكاليف، وهيبقى موجود. والله العظيم صدقوني ده مشروعنا اللي جاي، وده مشروع وزاره الثقافه، وده مشروع حتى اقتصاديات الثقافه. من غير شاشات عرض سينمائيه تجاريه حتى في كل قرانا، احنا ما عندناش صناعه سينمائيه. لا في السمك بقى الله يسلمك. صناعه سينمائيه لما تمتلك مصر دور عرض حقيقيه تستطيع انها تنافس بيها بشكل جيد، زي ما عملت الهند. الهند بنت في كل قريه وفي كل حاره مصر سينما بنفس مستواها الاقتصادي، ما عملوش سينمات فخمه في اماكن فقيره ولا غيره. بكل المستويات اتعملت السينمات، وفورا نشطت الصناعه، وبقى الفيلم في الهند لو قعد اسبوع واحد في كل هذا العدد من دور العرض حقق كل مكاسبه، بقى يتسرق، يتقرصن، يروح يعملوه في التلفزيون ببلاش، ما بقتش قضيته. لكن صناعه عظيمه نشأت وبقت قويه. الصناعه دي وهو مشروع من مشاريعنا ان تمتلك الدوله اكبر نصيب ممكن من التوزيع السينمائي. وقلت لهم جنب الفيلم التجاري هنحط فيلم من افلام السينما البديله او السينما المستقله او سينما الروائيه القصيره او غيرها من اعمال زملائنا اللي موجوده، ومن هنا نبدا نعمل تعديل في الذائقه العامه. يا فرحتي لما رحت اسيوط ولقيت نادي السينما في اسيوط عاملينه مجموعه من الشبان وبيعرضوا افلام السينما العالميه وبيعملوا ندوه عليها. اقسم لكم بالله من غير العاملين بالثقافه الجماهيريه، لكن الثقافه الجماهيريه استوعبت مشروعهم، والزملاء اللي هناك في اسيوط استوعبوا حلمهم، والزملاء الاعزاء اللي بيشتغلوا في كل حته. السنه دي جد علينا جديد لكن جميل، لقيناه وتفاعلنا معاه. لما الاقي علاء مرسي في تسوق بيحارب علشان يحيي الفرقه المسرحيه، والاقي ماهر سليم في سوهاج بيشتغل مع الفرقه القوميه، والاقي الزملاء محمود الجندي الفنان القدير بيعمل في ابو المطامير عرض مسرحي، وندعمه ونعتمد الفرقه ونقول كويس ان نجومنا بداوا ينزلوا لقراهم، وقلنا هنسعى ان ننزل كل اديب وكل شاعر وكل كاتب كبير وكل اعلامي وكل نجم لقريته علشان نخلق في للولاد ولشبابنا القدوه والنموذج والمثل، ويعرفوا انها مش مظلمه، يعرفوا انها ممكن. صدقوني انا بقول لكم عن ايمان وعن عداله ربنا. وليس لي احدا، دخلت المعهد وانا ليس لي احدا، وهم بيقولوا انه في وصايا. طلعت الاول وانا ليس لي احدا، بمناسبه ان السيد الوزير عنده مشكله في مساله انه الالفه. انا طلعت الاول وانا ليس لي احدا الا عداله المؤسسه. هامش من العداله كان موجود وكنا بنتحرك فيه بعزه نفس. عمرنا ما كنا رجل تاني نحمل الشنطه لاحد. اشتغلنا بعزه النفس وبالادب، وتجنبنا الاضواء، واشتغلنا مع الثقافه الجماهيريه، وقلنا ان احنا دول هو دورنا الحقيقي. وعملت عرض في قصر ثقافه رفح وهي الدنيا سخنه، وقعدت لهم على السور، واشتغلت في فيجر وبني سويف وفي الفيوم وفي كل حته فيك يا مصر عرفتها. وعرفت تلون اعدادها، ومصر كبيره قوي اكبر من التهمه الفاسده. وهنستمر في حربنا، ولدينا دعم كبير جدا
من كل الاجهزه الرقابيه ومن شباب الشرفاء في كل الاجهزه الرقابيه، وهم دول الحكم وهم دول السند وهم دول قوتكم في المرحله اللي جايه في حربنا ضد الفساد. يا دكتور ايه الاسئله الحقيقيه يا دكتور؟ لغايه ما نرجع نتفق الاسئله الحقيقيه يعني والله العظيم اقسم لك بالله لو استطعت الاجابه عليه انا يمكن كان كل الناس دول استريحوا. استريح. هو الخطأ الوحيد انه جاء مع رجل حريص على الاداره بالصدفه البحته، بيفهم قانون بالصدفه البحته، مؤمن بالعمل الجماعي، فمعايا حد قانوني جدا ومعايا حد قوي جدا في التفتيش ومعايا شباب موجودين في كل مكان في ادارات الهيئه. انت متخيله الناس اللي موجوده دول حضرتك؟ اقسم لك بالله كلهم ودون استثناء لا تربطني علاقات شخصيه مباشره مع احد منهم الا القليل، لان انا واحد في وسطيهم. انما كتير من الزملاء دول اللي موجودين النهارده لان في مستندات حقيقيه، انا حريص على مستوى الاجراء. دكتور ايهاب الزهري